فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي الرئيس. بالنسبة لما طرح حول النقاش حوله من أولا المشتقات النفطية، وما أدراك من المشتقات النفطية. هذه المشتقات النفطية الذي أسعارها بتسلسل على جميع أسعار بقية المواد الغذائية وغيرها من متطلبات الحياة. نحن في هذا المجلس طالبنا بعقود الشراء من الإخوة في وزارة النفط، ووعدونا بأنهم يأتوا بهذه العقود، ولكن إلى اليوم دون جدوى. هناك تنخفض البورصة في جميع أنحاء العالم إلا عندنا في اليمن تزداد. أسعار المواد الغذائية الدولار ينخفض والأسعار ترتفع. أنا لا أعرف الأخ رئيس الوزراء والأخوة في أعضاء الحكومة هل هم يشترون هذا، هل هم يعلمون بكم الكيس القمح؟ هل هم يعلمون بكم الكيس الأرز؟ هل هم يعلمون بكم الكيس السكر؟ أم أن هناك اعتمادات تجيهم وهم لا يعرفون كم أسعار هذه المواد ومتطلبات الحياة الذي يتطلب منها المواطن اليمني؟ الأسعار دائما في تزايد. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا